في جمله دايما بنسمعها وهي اوقات بيجي الصح في الوقت الغلط، وقتها بتكون حاجه حلوه وبتروح علينا، لكن الموضوع ده بقى فيه 4 احتمالات. اول احتمال وهو انه الصح يجي في الوقت الصح، ودي حاجه جميله ونتمناها كلنا الحقيقه. واوقات بيجي الصح في الوقت الغلط فبيروح علينا بقى ونصيب، يلا مش مشكله. والحاله الثالثه هي انه اوقات الغلط بيجي في الوقت الغلط فبيروح علينا برضو، وده الحمد لله ان هو راح لانه غلط وجه في وقته الغلط. اخطر حاله هي انه الغلط يجي في الوقت الصح، الوقت الصح بتاع الغلط ده ذات نفسه. زي مثلا لما نكون في حاله احتياج نفسي وعاطفي، احنا ندخل علاقه فبنروح داخلين في علاقه مع اول حد نقابله، ووارد جدا انه يكون ده هو الحد الغلط اللي جاي في الوقت الصح بتاعه هو. واوقات كمان بنكون في حاله نفسيه مش احسن حاجه، وتكون دماغنا افكارها مش مترتبه ومشتتين، عندنا مشاكل، وقتها بتجيلنا افكار كتير وبتدخل حياتنا اشخاص كتير بيكون هم دول الافكار والاشخاص الغلط اللي جايين في الوقت الصح بتاعهم هم برضو. وده بيوصلنا لانه الاشخاص الغلط اللي بتيجي في وقتها الصح بتقدر تسيطر علينا، بتستغل ضعفنا وتستغل احتياجنا، ويبداوا يسيطروا علينا ويفصلونا عن العالم اللي حوالينا، ويبداوا يحسسونا ان هم طوق النجاه. مش بس الافراد، احيانا كمان بتكون افكار او مشاعر بتيجي في الوقت الصح بتاعها هي وتبدا تسيطر علينا وتتملكنا، ونفضل دايما عايشين في حزن وكآبه. فبالتالي ذكائنا العاطفي وذكائنا الاجتماعي ووعينا بنفسنا ووعينا بمشاعرنا وبافكارنا يخلينا نعرف حقيقي هل احنا دلوقتي في الوقت الصح بتاع الحاجه الغلط اللي لو دخلت حياتنا هتبوظها لنا، ولا احنا قادرين نوقف كل حاجه عند حدها طول ما احنا لسه مش مرتاحين ولا مبسوطين ولا نفسيتنا احسن حاجه. واشوفكم مره تاني في بيت كريم.